مساء الخير لكل مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام يلي عم يسمعونا على الموجة 103.5، أيضا على اللي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير. يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستديو الدكتور جوان موسى، اختصاصي بأمراض العظام وجراحتها. اسمحوا لي رحب بضيفي لنبدأ حلقتنا. يسعد مساك دكتور. يسعد مساكم، يا اهلا وسهلا. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا طبعا ما تترددوا، شيلوا السماعة. 429 101 هو رقم الاتصال الأرضي. أيضا عبر الواتساب برسالة فيكم تنضموا وتأغنوا لقائنا وحلقتنا 093 82 80 81 4. يلي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي عبر كومنت أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. طبعا بشكر زملائي بالكنترول مروان وشيرين. رح نبدأ حلقتنا بموضوع مهم كتير. وطبعا قبل اللقاء قبل البدء باللقاء حكينا أنا والدكتور بموضوع المفاصل أو المفصل الاصطناعي، إذا جاز التعبير، إذا كان المصطلح هو صحيح. مؤخرا دخل يعني هو كان موجود، ولكن مؤخرا صارت عندنا الإمكانية بكم كبير من العمليات. راح يحكي لنا عنها الدكتور. يا ترى شو هي، إذا كان كمدخل لموضوعنا كتعريف، شو هو المفصل الاصطناعي، شو الأسباب، شو هي الحالات اللي تستدعي لحتى يشتغلوا. العديد من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا. بذكركم أنه أنتم بتأغنوا اللقاء بأسئلتكم، انضموا لنا رح نكون مبسوطين كتير. دكتور جوان، بداية المفصل الاصطناعي شو بنعني فيه؟ هلا باعتباره انه هو مفصل، ان كان اصطناعي ولا طبيعي، المفصل يعني هو عبارة عن جزء تشريحي من الجسم، عبارة عن تمفصل بين اجزاء عظمية، بيعطي مجال حركي اوسع للعضو، للطرف السفلي مثلا، السفلي او العلوي. يعني هو تمفصل بين اجزاء عظمية بيعطي تمام. مجال حركي. نعم. تماما. والمفصل المفصل الاصطناعي؟ الاصطناعي نلجأ إليه بحالات معينة لتركيب مفصل اصطناعي، في حال عندنا صار تخرب المفصل الطبيعي الموجود عند الإنسان. تماما. النتيجة أكيد ظرف ما دكتور، يعني يعني خلينا نبسط الشرح للمستمعين أيضا. يعني هالمفصل الاصطناعي ايمت بيتركب، يعني ايمت بيستدعي الطبيب أو بيلجأ الطبيب ل يعني وضع هالمفصل هذا؟ هلا المفصل الاصطناعي يتم تركيبه في حال صار تخرب مفصلي بالمفصل الطبيعي، والحالات هي على الأغلب هي الكسور. نعم. تخرب مفصلي كامل، مهم. كعقابيل الكسور بيحدث عندنا تخرب مفصلي ونلجأ لتركيب المفصل الاصطناعي. كعقابيل لخلع الورك الولادي، نعم. بيكون المريض عنده خلقة خلع ورك، مهم. بصير عنده مفصل موهم، بيحتاج لتركيب مفصل للحصول على مجال حركة وزوال الآلام. في عندنا تنخل رأس الفخذ أيضا كعقابيل داء شائع هذا. بيرتس. نعم، داء بيرتس كعقابيل لكسور عنق الفخذ داخل المحفظة عند الشباب. أيضا. والموضوع الكتير مهم بالنسبة لمفصل الورك للمسنين، كسر رأس الفخذ اللي كان سابقا يسمى بكسر الموت. حاليا هالمصطلح أزيل من الطب بسبب وجود البدائل الصنعية للمفصل. تماما. يتم تركيب مفصل صناعي مباشرة، وفي اليوم الثاني يبدأ المريض بالمشي يعني. تماما. دكتور، بتصدف بعض الحالات انه يكون في انعدام للمفصل المعين، يعني بتلجأوا مثلا فرضا طفل انولد وصار عمره 3 شهور 4 شهور وما كان تشخص هالطفل هذا، بتصير في حالات انعدام مفصل. فرضا اذا كان مفصل الورك، في حالات بتمرق عليكم انه ما يكون في مفصل، بتلجأوا لتصنيع مفصل مثلا؟ على الأغلب تصنيع مفصل في سياق خلع الورك الولادي. مهم. طبعا هو خلع الورك الولادي يعني فيك تعتبره أنه ما في مفصل، يعني اها. المفصل طبيعي غير موجود. تماما. بيعيش المريض لعمره 18 سنة على مفصل كاذب وهمي. رأس الفخذ يكون متواجد فوق عند الورك مثلا، عند عظام الحرقوفة. ايوه. فبعد عمره 18 سنة، بعد ما تتسكر المشاشات، نصنع مفصل ونركب مفصل ورق صناعي، والمريض بيرجع على حياة شبه طبيعية يعني. تماما. اكيد رح نحكي عن بشكل هيك شوي اوسع عن موضوع. اكيد هذا
هذا بحد ذاته هو حلقة كاملة يعني عن نعم. مفصل الوركي خلع موضوع الولاد. كبير. نعم. موضوع كبير. ولكن يعني اكيد رح يعني بكل شيء رح نحكي عنه معلومة صغيرة اكيد. لكل اللي عم يسمعونا حابب تنضموا لنا، حابب تسألونا، حابب تأغنوا حلقتنا، لانه دكتورنا اكيد رح يكون مسرور جدا لما بتنضموا لنا وتبعتوا اسئله اكيد رح نجاوب عليها. دكتور حكينا انه الحالات اللي عم تستدعي التبديل مفصل، او سواء كانت مرضيه او حوادث او بما شابه ذلك، السبب اللي بيستدعي الطبيب لانه يبدل المفصل انه هو موجود ولكن ما عم يقوم بوظيفته، او صار فيه عطل، او اذا جاز التعبير مرض او نخر او اي شيء. لنحكي شوي هيك بالتفصيل على الاسباب يعني. نعم. هلا عنا بالنسبة للكسور نبلش، تمام. باعتبار هي الأشياء. مهم. الكسور مثلا، وبالنسبة للتبديل المفصل تالي الكسور الأشعة بمفصل الورك هي، فخلينا نكون بمفصل الورك كمثال. مهم. مفصل الورك عند الشباب نبلش من الصغار، حكينا عنه أنه المفصل المريض الطفل إذا كان عنده خلع ورك ولادي بيضل على مفصل كاذب، بيعيش لفوق. بعد 18 سنة يتم تركيب وتصنيع مفصل ورك وتركيب مفصل صناعي، وبصير يعني. بيعيش حياته شبه طبيعي يعني. هلا الحالة الثانية الكسور عنق الفخذ هي عند الشباب وعند المسنين. فعند الشباب نحن بالبداية كمرحلة إسعافية بأول 6 ساعات أو بالساعات التي تلي الكسر نلجأ إلى تثبيت الكسور بالبراغي وبمواد استجدال، وبنأجل موضوع تبديل المفصل لأنه هو شاب، يعني احتمال أنه القطع العظمية تندمل وما بيحتاج لمفصل. هلا بعد 6 شهور، بعد سنة أو سنوات، في حال صار نخر تالي لكسر عنق الفخذ، فبنركب مفصل صناعي بشكل متأخر. كمان بصير بيعيش على المفصل الصناعي. ككسور بالنسبة للمسنين، كسر عنق الفخذ داخل المحفظة مباشرة بشيل الراس المكسور، راس الفخذ، وبركب راس صناعي، والمريض تأهيله سريع خلال 24 ساعة يعني من إجراء العمل الجراحي كالمسن. طبعا لدى المسنين موضوع التأهيل مهم كتير، يعني قد ما استعجلت بتأهيل المسن قد ما يعني حافظت عليه وعلى حياته، يعني لأنه كل ما ظل المسن بالفراش كل ما تأخر تأهيله يعني. هاي بالنسبة للكسور. هلا حالات نخرة رأس الفخذ في سياق داء بيرتس كأشيع شيء، أو تموت رأس الفخذ في سياق الانتانات أو داء بيرتس. كمان بعد عمر 18 سنة في حال مريض راجع الطبيب بشكاية تحدث حركي للورك وآلام مبرحة، فنلجأ لتركيب مفصل ورك شبابي للمريض. تماما. طبعا المفصل ما يتركب بشكل اعتباطي أو بناء على رغبة المريض أو على رغبة الطبيب، يتركب لتخلص من الآلام الشديدة وللحصول على مجال حركي، لأن المفصل المتخرب أساسا ما ضل في حركة. تماما. فالحصول على حركة والتخلص من الآلام، عودة الوظيفة يعني، عودة الوظيفة. نعم. وظيفة المفصل يعني، تحسين حياة المريض. تماما. دكتور حكيت عن موضوع التأهيل. هلا المستمع عم يسأل يا ترى شو هو التأهيل؟ يعني هو تحضير المريض للعمل الجراحي، الاستشارات، الإجراءات يعني التشخيصية، عم تقصد فيهم هدول هن دكتور؟ لا، التأهيل ما بعد العملية. أها. التأهيل هلا الطب تطور كتير والجراحات تطورت كتير. نعم. وبشكل جنوني يعني يصير في تطور. صح. نعم. يومي بشكل شهري بشكل دوري. يومي. نعم. فحكيت انه المريض المسن قد ما استعجلت بتأهيله قد ما حافظت على حياته يعني. نعم. نعم. الشباب كمان الشاب يرجع للعمل، يرجع لحياته الطبيعية، لأنه الركود بالفرشة بيؤدي إلى كتير عوامل، يعني سواء كان شاب أو حياتية، مرضية، نعم. نفسية، مادية، يعني كلها لها دور. بالضبط. دكتور لو نرجع موضوع انه يعني حكيتوا انه المريض اللي مسن فورا بتدخلوا بالموضوع. نعم. وبتبدلوا له المفصل. يا ترى بتاخذوا في امور بعين الاعتبار مثل ما شوي حكينا، انه هل المريض اللي عمره فوق ال 65 سنة صار معه كسر عنق فخذ
أو كسر بالعمود الفقري أو بأي مفصل آخر، يا ترى بتتداخلوا جراحيا فورا، ولكن أو بتاخذوا في بعض الأمور بعين الاعتبار، سواء الأمراض القلب أو السكر أو كذا، بتعملوا استشارة تخدير أو استشارة قلبية مثلا؟ خطورة العمل الجراحي، يعني نعم. هذا هو القصد. هلا عملية تبديل المفصل مثل أي عملية تقريبا، بالإضافة لبعض الخصوصيات. لابد من تحضير المريض من الناحية القلبية. مهم. على الأغلب المريض بيكون عم ياخذ مميعات باعتباره مسن، أسبرين، بياخذ مميعات تانية، بيصير خوافق لازم شهوة. التعامل مع هالمميعات وفق البروتوكولات، طبعا. أنه إيقاف المميع قبل العمل الجراحي بأيام مثلا أو ساعات. بعض التحاليل، خضار مثلا سكر الدم، إذا كان السكر مو مضبوط لازم خلال يوم أو يومين يتم تخطيط تأجيل قلبي. العملية طبعا. استشارة قلبية مثلا. نعم. استشارة قلبية، استشارة تخديرية ربما. تخديرية. طبيب التخدير بشوف المريض، يعني ممكن المريض يكون تعبان كتير. طبعا. لهالشيء هذا، لانه بتلاقي الاهل دائما يعني بيكونوا يعني متذمرين موضوع انه اخذ الاجراءات الاحتياطيه والتشخيصيه، لانه هالمريض هذا راح يفوت بغرفه العمليات تحت تخدير، تحت ظروف معينه، فالطبيب الاجراءات اللي عم مطلوبه منه مضطر انه ياخذها. هالسؤال هذا حابب انه نور المستمعين، لما الطبيب في امور بياخذها بعين الاعتبار فهي اجباريه، يعني فالمرافقين والاهل لازم ما يتذمروا من كثره الاجراءات التشخيصيه، سواء كانت صوره صدر او استشاره او كذا. فمشان نحن نزيل هالعتمه هاي يعني مرافق المريض بده مفصل المريض يرجع طبيعي، أما الطبيب بده يرجع المفصل ويطالع المريض من العمليات على قيد الحياة. هذا هو هدفنا. نعم. طبعا هذا هو هدفنا من الحكي. دكتور، ضمن سياق حديثك خطر على بالي سؤال. عم نحكي هلا، عم نشرح للمستمعين المفصل الاصطناعي. يا ترى خامة المفاصل اللي بتكون، سواء كانت الركبة او الورك او غيرهم، بتكون عظم، بتكون معدن، بتكون لو تحكي لنا عنها هاي كمان. هلا مثل ما حكينا انه الطب يتطور كتير، والبدائل يعني المفاصل الاصطناعية عم تتطور كتير. متعددة. هلا يتم حاليا الاستفادة من ميزات المعادن. مهم. يتم استفادة من الكروم، من التيتانيوم، من الكوبالت. مهم. هي أجزاء معدنية بين قوسين، أجزاء معدنية، بالإضافة لجزء بين الأجزاء المعدنية يقوم بدور الغضروف، ايوه. اللي هو بلاستيكي مصنوع من البولي إيتيلين. ايوه. يعني إذا حكينا إنه إذا بشكل عام أخذنا مخطط هيك إنه قطعتين معدنيات تتمفصل مع بعض بيناتهم قطعة بلاستيكية مصنوعة من البولي إيتيلين. بيلعب دور الغضروف او نعم، البلاستيكية الزيجي. تلعب دور الغضروف. حلو كتير، يعني هاي كمان ما كنا نعرفها. دكتور، المشاكل اللي عم يعني تعانوا منها، او سواء اللي عم يعني تواجهكم، سواء كانت اثناء العمل الجراحي او بعد العمل الجراحي. هلا بشكل عام بحث المفصل والمفاصل الصناعية موضوع كبير وجدلي وعم يتطور وقديم هو، يعني وصل لمراحل كتير كبيرة ومتطورة. يعني المفصل له مشاكل كمان، المفصل الصناعي، يعني بداية من الانتانات والالتهابات مرورا بالأخطاء الطبية اللي ممكن نحن نمر فيها، يعني وانتهاء بالعقابيل. يعني المفصل الصناعي له عمر، يعني كان سابقا ما بين 10 و 15، هلا حاليا تطورت المفاصل صار بين ال 15 ل 25 ايضا، وبعدها بيحتاج للصيانة، صيانة مفصل. نعم. هاي كمان. هلا بيستغرب انه يا ترى شو يعني طبعا صيانة المفصل هو اجراء عملية شق جراحي ونصل للمفصل الصناعي، نشيل الاجزاء اللي اهترت، صار فيها اهتراء او تخربت، نستبدل الاجزاء. حلو كتير كمان. هي على الاغلب القطعة البولي ايتيلين تتغير، هاي بلاستيكية لانه فيها معدل اهتراء يومي هي. ايه. وفي حال وجود التهابات بيتم التعامل مع الالتهاب، يعني كما هو موجود بأي درجة، يعني بأي قسم بأي جزء. دكتور، حكيت موضوع انه عم تشتغلوا للاطفال، سواء كانت عمليات الورك او للاطفال، يعني في اعمار ما ممكن تتدخلوا فيها نهائيا،
سواء كانوا بسن صغير أطفال أو أعمار كتير كبيرة ربما ما تتدخلوا فيها. لو نحكي عن الأعمار اللي مسموح لكم تشتغلوا فيها. هلا كمفاصل اصطناعية بعد ما تتسكر المشاشات، يعني بعد ما يوقف النمو العظمي، يعني بعد 18 نفرض، يعني ممكن نلجأ لتركيب مفصل إذا احتاج المريض. قبل 18 ما في، تماما. ما بصير، لا. وبالنسبة للمسنين يعني يتم المقارنة بين المريض ايش قد بده يستفيد من هالمفصل. إذا كان مسن طاعن في السن، المريض طاعن في السن يعني فوق 90 سنة، ممكن 100 سنة، نعم. عنده أمراض مزمنة، حالة العامة سيئة جدا، فما راح نعرض هالمريض أكيد للخطورة وللعذاب وللمصروف، وهو ما راح يستفيد شيء من العملية أساسا. تماما. دكتور، دائما المستمع أو المواطن عنده مشكلة التخدير كمان، هاي هالة الخوف إنه بهيك عمليات دكتور على المستويات اللي عم تشتغلوا فيها، مثلا إذا كان ضمن المستوى الفقرات القطنية، التخدير إيمت بيكون عام، إيمت تشتغلوا مثلا قطني، يعني خلينا نبسط التخدير موضعي المصطلح الشائع يعني. بشكل عام كل مريض حالة خاصة. نعم، كل مريض حالة خاصة. المريض مع مرض قلبي مثلا، أمراض قلبية اللي فيها قصور قلب، يفضل ما تحملوا سوائل، يعني ما يكون قطني. نعم. حالات معينة مثلا مثلا عم يجينا مثلا مريض اسعاف يكون فقد دم، ما يصير تخدره قطني مثلا، اساسا هو بده سوائل. تماما. هو كل مريض حاله خاصه اكيد. نعم، يعني حسب الحاله بتقدروا انه هذا طبيب التخدير بيقرر. تماما اكيد. هاي واي عمليه بتنجرى اكيد تحت استشاره طبيب التخدير اكيد، وقلبيه وداخليه وتحاليل واجراءات كامله، سواء كانوا ذكر او انثى او صغير او كبير. دائما الناس بنوجه تحية لجميع المستمعين اللي عم يسمعونا. انتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا، معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستديو دكتور جوان عبد الباقي موسى، اختصاصي بأمراض العظام وجراحتها. عم نحكي عن موضوع المفاصل الاصطناعية إذا صح التعبير. طبعا هالموضوع هذا مهم كتير شائع كتير العمل فيه. أي سؤال فيكم تنضموا لنا، لا تترددوا، شيلوا السماعة 429 101 عبر الواتساب 093 82 80 81 4. أيضا عبر البث المباشر أي تحية وسلام أو أي رسالة أو أي سؤال أكيد رح نوصلها للدكتور جوان ضيفنا بالاستوديو. دكتور، العمليات اللي عم تنجرى هون عنا بالمنطقة بكوادرنا اللي حقيقة بنفتخر فيها، يعني عمليات نوعية بتنجرى وبتنعمل هون بالمنطقة بظروف يعني قاسية وبظروف ربما تكون يعني غير مناسبة، ولكن عم تنجرى عمليات كتير كبيرة. شو هي العمليات اللي انه هي عندنا متوفرة وعم نشتغلها، والعمليات اللي ما أنا موجودة عندنا؟ هلا بشكل عام أنا برأيي إذا صح، إذا النسبة كان دقيقة 90% من العمليات اللي ممكن نسويها بالقامشلي. الأكبر العمليات في العظمية هي المفاصل الاصطناعية. أيوة. والتشوهات الخلقية. تماما. يعني الأطباء، جميع الأطباء يجرون هذه العمليات كتركيب مفاصل صناعية أو إصلاح تشوهات خلقية. نعم. المفاصل الاصطناعية اللي أكثر شيء تتبدل هي الورك والركبة. نعم. حالات خاصة مثلا مفصل كاحل كذا غير متوفرة هون، بس ما عم في مرضى، يعني ما عم نشوف في مرضى، حتى في حالات ما نادرة جدا. نعم. أما الحالات الشائعة هي الركبة والورك باعتبار هدول المفصلين اللي أكثر يعني جهد عليهم، أكبر المفاصل أكثر شيء عليهم جهد اللي يتعرضوا للمشاكل. تماما. حابب قبل ما نختم لقائنا مع الدكتور جوان دائما بنوجه عبر منبر بوير شوية نصائح أو للمستمعين اللي عندهم مشاكل، بداية المشاكل بأي مفصل من كان، نوجه لهم بنصائح الدكتور جوان وعبر منبر بوير. اسمعوا الدكتور جوان شو ما عنده من النصائح، سواء كانت وقائية أو نصائح أو أي شيء. رح نختم لقانا ونترك المايك للدكتور جوان. هلا بالنسبة للعناية بالمفصل،
الإنسان إذا بده يهتم بمفصله الطبيعي لازم يحافظ على وزنه. الحفاظ على وزن مثالي يتناسب مع الطول. الوزن هذا موضوع كتير مهم. الوزن طبعا يتم التعامل معه من خلال الرياضة ورجيمات خاصة بكل إنسان. الموضوع الثاني باعتبار موضوع مرض تنكس الركبي أو التخرب المفصلي بين قوسين، تقريبا له عوامل يعني دور وراثي قوي، والمريض اللي ذاهب باتجاه التخرب المفصلي أو التنكس المفصلي فمطلوب منه الحفاظ على الوزن أكيد. هذا واحد. اثنين، الحمامات تكون فرنجية، كمان موضوع مهم جدا. الموضوع الدوائي، دوائيا طبعا المريض لازم من البداية يراجع الطبيب. من بداية التنكس تخرب المفصل له 4 درجات. أيوة. من البداية لازم يراجع ويتعالج بالمرممات والمتممات الغذائية للغضروف مشان ما يوصل لدرجة التنكس النهائي. على الأقل بيتأجل موضوع الدرجة الرابعة بتتأجل تماما يعني. أو الباوس، يعني نعمل له باوس يعني. نعم. دكتور، قبل ما يعني خطر على بالي سؤال آخر، ولكن الدواء بيلعب دوره يعني بعمر العظم، بعمر المفصل، يعني التأثير عليه بيقصر من عمر الأدوية العشوائية كانت، يعني هي كمان في لها دور؟ هلا بشكل عام في علاجات متعددة للغضروف والتخرب المفصلي بالمرحلة. أهم شيء المريض لازم يراجع بالبداية. أي ألم؟ أي ألم مفصلي بده يراجع الطبيب. إشارة لشيء يعني. نعم. إيه. تماما. بنختم لقائنا مع الدكتور جوان بالنصائح هاي، وكتير بنتشكر على المعلومات القيمة والحضور الجميل. الشكر لكم دكتور. شكرا لكم. بشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر. كنتوا معنا ببرنامج صحتك بالدنيا. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.